اغلى حاجه بتشتريها هي راي الناس فيك. في كل مره بتشتري فيها حاجه عشان تبان انك اغنى او انجح او اشيك، انت هنا مش بتشتري منتج، انت في الحقيقه بتشتري وهم. في علم الاقتصاد السلوكي ده اسمه كوستلي سيجنالينج او الاشارات المكلفه. انت هنا بتبعت اشارات للناس عشان تقول لهم ان انا مش اقل من اي حد، بس بتدفع ثمنها انت غالي. الناس اللي انت بتحاول تبهرهم في الحقيقه هم مشغولين بابهار ناس تانية. فالاعجاب اللي انت بتاخده في لحظات قدام واقساط انت بتدفعها شهور ويمكن كمان سنين، واللي كان ممكن يكون مكانه استثمار في ذهب او حتى اسهم في البورصه او كورس في مجالك يزود لك مرتبك او حتى رياضه انت بتحبها عشان تحافظ على صحتك قدام، انت هنا مش بس بتخسر فلوسك، انت بتخسر نسخه افضل من مستقبلك. في كتاب سيكولوجيه المال بيقول ان الغنى الحقيقي هو اللي محدش بيشوفه غيرك. يعني السفريه اللي بالدين والموبايل اللي قسطه اعلى من امكانياتك ده مش الغنى. الغنى الحقيقي هي الديون والاقساط اللي مش عليك وبتفضل شايل همها طول الشهر. فالذكاء المالي مش ان انت تبقى مالك حاجه غاليه، الذكاء المالي ان انت ما تبقاش مملوك لحاجه غاليه. وابقى شاركني في التعليقات ايه القرارات الماليه اللي نويت تغيرها عشان تحسن من وضعك المالي، وما تنساش تعمل سيف للفيديو ده عشان هترجع له بعدين.